السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين من 24 كما تتابعوا معنا مباشرة من مدينة سيدي سليمان وبالضبط من شارع العروبة. خرجنا عند الساكنة السليمانية نسولوها على الأجواء ديالها والأجواء ديال المنتخب. معنا واحد مشجع مغربي، أنور. السلام عليكم. وعليكم السلام اخ. أنور، كيفاش تبعت المقابلة الأولى ديال المنتخب الوطني؟ والحمد لله اخويا، فرحونا المنتخب الوطني، يعني بينوا على الكعب العالي ديالهم في المقابله الاولى، يعني بينوا واحد المستوى عالي. يعني برغم اننا كنشوفوا المنتخبات العربيه كاملين طاحوا في الفخ ديال المنتخبات الافريقيه، الا انه المنتخب المغربي يعني راه بين واحد الحنكه في التعامل مع الجو الافريقي الصعيب، يعني رغم الظروف الصعبه اللي كاين في كون ديفوار ديال المناخ، الا انهم يعني يحاولوا يحسنوا من المستوى ديالهم. سي أنور، شنو توقع؟ ما نطولش كثير، شنو التوقع ديالك ديال الماتش الجاي ان شاء الله، ديال غدا ان شاء الله مع الكونغو الديمقراطيه؟ الحمد لله المنتخب بين على الكعب العالي كما تنقولوا، يعني ما غنخافوش، يعني المنتخب راه داير خدمته. وما نساوش الحنكه ديال وليد الركراكي في التعامل ديالو مع المنتخبات والادغال الافريقيه. يعني الحمد لله الماتش ديالنا ومربوح ان شاء الله ب2-0 ولا ب3-0. شكرا.